السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناة البازل السياسي، أرجو من السادة المشتركين أن هم يشاركوا الفيديو، وعلى السادة غير المشتركين أن هم يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس. اتكلمنا في الحلقة السابقة على موضوع نهاية العالم ونهاية الكون، واتكلمنا في الحلقة السابقة على علاقة الدين بالسياسة، وأن الدين جزء من السياسة ومن أحد مكونات السياسة وأحد مكونات الفكر العالمي، وإن الحرب اللي هتدور حاليا اللي هي حرب الإبادة اللي هتحصل حاليا، الحرب العالمية الثالثة دي، فيها جزء كبير قوي له علاقة بالدين، إذا ما كانش الجزء الأكبر له علاقة بالمعتقدات الدينية. طيب، كنا اتكلمنا على حديث ستصالحون الروم صلحا آمنا، حديث نبوي، حديث من الأحاديث الصحيحة، الحديث في منطوقه، وكنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم أو من ورائهم، في منطوق تاني للنص الحديث: فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلون بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. الحديث ده مكون من شقين. الشق الأولاني اللي هو شق التصالح، اللي هو الصلح والحلف اللي هيبقى بين الروم، اللي هم ستصالحون الروم صلحا آمنا، ده صلح. وبعدين فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم أو من ورائهم. فهيبقى في الأول صلح، وبعد كده في اتحاد عسكري وحرب هتقوم، وهتغزون أنتم وهم، هتتحالفوا أنتوا والروم وتحاربوا عدو ثالث من وراءهم في منطوق، ومن وراءكم يعني من وراء المسلمين والروم، أو من وراء الروم فقط في منطوق تاني. فتنتصرون وتغنمون، ودي النتيجة ان انتوا هتنتصروا وهتغنموا وتسلموا. هو ده الجزء اللي انا عاوز اتكلم فيه في الحديث. فالحديث مكون من كذا جزء: جزء الصلح، جزء الاتحاد والحرب، والنتيجة ان انتوا هتنتصروا وتغنموا. يعني مش هتنتصروا بس، وهتغنموا، هتفوزوا بغنايم يعني. وتسلمون يعني مش هيبقى فيها تدمير كبير للحلف ده، يعني مش هيبقى انتصار على جثث زي ما بيقولوا، على أشلاء. لا، هيبقى فيه انتصار، وفي انتصار سهل أو مش سهل بمعنى كلمة سهل، هيبقى انتصار من غير ضريبة كبيرة هتدفعها. طيب، كلام جميل. نحاول بقى نسقط الحديث ده على الأمر أو على الأحداث اللي دايرة حاليا، لأن الحديث ده بيتحقق بالنص. إزاي؟ إحنا دخلنا في مرحلة الصلح والتحالف، وأكبر دليل على كده اللقاء اللي عمله السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الاتحاد الأوروبي، واستقبلوه فيه استقبال الفاتحين. ودي حاجة غريبة ومش منطقية، وما حصلتش قبل كده في التاريخ، ان في رئيس دولة عربية او اسلامية يروح للاتحاد الاوروبي، والاتحاد الاوروبي يستقبله بالحفاوة والترحيب الغير مبرر الغريب ده. الحدث ده كان حصل من كام شهر، من 5-6 شهور، واكيد حضراتكم شفتوه، واللي ما شافوش يا ريت يشوف الاستقبال الغير مبرر والغير منطقي من الاتحاد الاوروبي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي ما حصلش مع اي رئيس مصري قبل منه. طيب، ده حبا في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ طبعا لا. السياسة ما فيهاش حب وكره. طيب، حبا لمصر؟ طبعا لا برضه. يبقى ايه اللي خلى، او ايه اللي بيخلي الاتحاد الاوروبي يرحب الترحيب الغير منطقي ده بالرئيس المصري؟ لان اوروبا حاليا بتحاول ان هي تجد او توجد صلح
بينها وبين الدول الإسلامية والدول العربية اللي كانت دايما في حالة عداء معاها. وهي بتوجد دلوقتي الصلح ليه؟ لأن هم دلوقتي كانوا حلفاء للأمريكان، وكانوا في عهود مع الروس، على أساس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكيكه كانوا عملوا اتفاقيات بينهم وبين الدولة الروسية الوليدة الجديدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مما يؤدي إلى تجنيب أو تجنب شر الدولة دي وتحييدها، لغاية لما أوروبا هي اللي خلفت الاتفاق وابتدت إن هي تنكش روسيا في أوكرانيا، وإن هي كانت عاوزة تضم الدولة الأوكرانية للاتحاد الأوروبي وتدخلها في الناتو، فيصبح الناتو مسيطر أو له اليد العليا على روسيا. وطبعا روسيا رفضت الكلام ده، وده اللي أدى للحرب الروسية الأوكرانية، وحضراتكم عارفين الكلام ده كله. طيب، بعد ما حصل الموضوع ده أصبح الجانب الروسي مش جانب آمن. وبعدين جت أمريكا اللي هي المفروض إن هي الحليف التقليدي والقديم والأبدي للدولة الأوروبية، وسابت إيد أوروبا وباعتها في الحرب، بعد ما هي كانت من أكبر الداعمين للحرب دي. باعتها في الحرب الروسية الأوكرانية، اللي هي الحرب اللي هي بتحاربها أوروبا أو بتحاربها أوكرانيا بالوكالة عن الدول الأوروبية كلها. فباعت أوكرانيا وباعت الاتحاد الأوروبي، أمريكا باعت أوكرانيا وباعت الاتحاد الأوروبي، وسابتهم قدام الروس عريانين ملط، سابتهم قدام الدب الروسي بدون مساعدة. وده اللي أدى إن الجماعة الأوروبيين استاءوا جدا، وكانوا مستغربين من الغدر الأمريكي اللي حصل، والبيعة الأمريكية اللي باعتهم، اللي عملتها فيهم، أو الخطة الأمريكية أو الغدر الأمريكي اللي أدى إلى أن الروس والأوروبيين بقوا وجها لوجه. وطبعا أوروبا عسكريا واقتصاديا، وسيبك ما تقدرش تقف قدام الروس، سيبك من البروباجندا اللي بيعملها الجماعة الأوروبيين إن هم دول غنية اقتصادية وكلام من ده. دي دول ما عندهاش موارد، وكانت بتشتغل على الصناعة. ولما جه الجماعة الصينيين سحبوا البساط الصناعي من تحت رجليهم، فأصبحت الدول دي عايشة على أمجاد الماضي. إنما هي واقعيا دول مش غنية ولا حاجة، هي عايشة على الإرث القديم، إنما هي مش دول غنية ولا حاجة. روسيا أغنى منهم بكتير، لأن روسيا عندها موارد، عندها بترول وعندها موارد وعندها أراضي كبيرة. فهي دولة فعليا دولة تمتلك موارد، دولة غنية. إنما أوروبا كانت عايشة على الصناعة، ولما جات الصين وسحبت من تحت رجليها البساط الصناعي، أصبحت أوروبا قارة عجوز، وقارة ما عندهاش شباب، وقارة ما عندهاش موارد، وقارة ما عندهاش حتى صناعة، لأن الصناعات الأوروبية ما كانتش بتتباع، أو ما كانش ليها أسواق في المنطقة العربية أو في أفريقيا. وكانت أسواق المنتجات الأوروبية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لأن المنتجات الأوروبية تكلفة إنتاجها أغلى من المنتجات الصينية، والمنتجات الصينية بتغزو كل دول العالم وبالذات الدول الفقيرة. فأصبح السوق الأوروبي فقط في الدول الغنية زي أمريكا. طيب، فلما أمريكا غدرت بأوروبا في الحرب بتاعتها مع روسيا وأوكرانيا، وابتدى الأوروبيين يفوقوا للموضوع ده، وفوقوا إن الأمريكان ما عادوش الحلفاء بتاعتهم، ابتدوا إن هم يدوروا على حليف. فدوروا في حتت كتير منها الشرق الأوسط. دوروا الأول في الصين، والصين ما لبتش الرغبة الأوروبية في إنها تسند أوروبا وتبقى حليف ليها، فتبقى أوروبا ليها ظهر لما تيجي تتكلم مع أمريكا، أو تعادي أمريكا، أو ترفض السياسة الأمريكية في المنطقة، يبقى في ظهر بيحميها. وده كان حصل في الزيارة بتاعت إيمانويل ماكرون لما راح الصين من فترة طويلة، مش الزيارة الأخرانية، اللي قبل الأخرانية، لما راح الصين من فترة طويلة، والرئيس الصيني مرضاش يقابله في المطار، واتعاملوا مع إيمانويل ماكرون اللي هو
المفوض الأوروبي اللي بيتكلم بلسان أوروبا اتعاملوا معاه معاملة مدير شركة، أهملوه تماما يعني. فكان التعامل واضح جدا ان الصين غير مكترثة لأوروبا، وان الهدف اللي كان مسافر له ايمانويل ماكرون اصبح واضح ان هو غير قابل للتحقق يعني. وده اللي ادى لخيبة امال اوروبية كبيرة. فابتدوا ان هم يدوروا على منطقة الشرق الاوسط الغنية بالموارد والموارد البشرية، وفي نفس الوقت عندها موقع استراتيجي قوي، وبعدين دول مؤدلجة، يعني دول عندها ايديولوجي، شعوب قوية، مش شعوب متحللة زي الشعب الأوروبي. شعب متحلل ما عندوش ايديولوجي، لو قامت حرب كله هياخد بعضه ويجري، الأوروبيين دول هياخدوا بعضهم ويجروا. دول ما عندهاش أو شعوب ما عندهاش الولاء بالمعنى اللي عندك انت هنا، ان انت ممكن تموت عشان أرضك. هو الراجل عايش للحياة. فموضوع الولاء للأرض وللدين وللمكان والعرض والكلام ده كله مش موجود في الدول الأوروبية. فلما يحصل حرب أو حاجة زي كده، أوروبا هتبقى مكشوفة من كل الاتجاهات، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وحتى جغرافيا وحتى سكانيا. ما فيش خالص دول منهارة يعني، دول منهارة. فابتدوا ان هم يحققوا الشرط الأولاني من الحديث، في انهم ابتدوا يتصالحوا مع المسلمين. وكانت اول حركة ليهم في انهم ابتدوا ان هم يتعاملوا مع الرئيس المصري باسلوب اسلوب الصديق الحقيقي، وقابلوه استقبال الفاتحين يعني. لان بالنسبة لهم مصر هي الدولة المتحكمة في الشرق الاوسط، وان هي مفتاح الشرق الاوسط، ولو انت عملت حلف مع مصر فانت تقريبا عملت حلف مع الشرق الاوسط كله. فابتدت اوروبا تتحالف مع مصر عسكريا، وابتدت تمد مصر بصناعات عسكرية وتكنولوجيات للتصنيع، ومن خلف مصر الدول العربية وشمال افريقيا. فأوروبا بتتحالف مع المنطقة دي من العالم، والمتحدث أو لسان المنطقة دي من العالم هي الدولة المصرية. فهي بتحاول تتحالف مع المنطقة دي من العالم علشان تقدر ان يبقى لها ظهير قدام امريكا، وما تبقاش مكشوفة من كل الاتجاهات. احنا قلنا ان اوروبا مكشوفة من الشرق ومن الغرب، من ناحية روسيا ومن ناحية جرينلاند ومن ناحية امريكا محاصرها من جنب، وروسيا محاصرها من الجنب التاني. فهي ما عندهاش اي حل تاني غير انها تتحالف مع شعوب الجنوب بالنسبة لأوروبا، للقارة الأوروبية، اللي هي شعوب شمال أفريقيا والدول العربية والمسلمين عموما، علشان تقدر ان هي تعمل بالانس وتعمل توازن، علشان ترضع الامريكان وترضع الروس فما يهاجموهاش. لان روسيا او اوروبا لو الروس او الامريكان هاجموها، مين في العالم لو فتحنا خريطة العالم كده هيقف جنب روسيا جنب اوروبا؟ يعني احنا كده لما نفتح الخريطة ونبص عليها، الدول القوية اللي موجودة على كوكب الكرة الأرضية هم الروس، الأمريكان، الصينيين، والكتلة الإسلامية اللي انت ما انت شايفها، بس هي دي حقيقة. حلو الكلام. وبتظهر وبتطلع، بتظهر وبتطلع. طيب الظاهر ليك الصين وأمريكا وروسيا. طيب روسيا هتحالف أوروبا قدام أمريكا؟ طبعا لا، روسيا عدو أوروبا. أوروبا بدأت مع روسيا بالعداء، فعمرها ما هتحالفها. طيب أمريكا طبعا يعني هي معادية. إذا كان القصة كلها دايرة على إن أمريكا دلوقتي بتعادي أوروبا وعاوزة تقطع أوروبا وتاخد منها، وهم بيتعاملوا مع أوروبا بنفس الأسلوب اللي تعاملوا بيه مع الدولة العثمانية. بعد انهيار الدولة العثمانية ابتدوا يقطعوا أملاكها ويستعمروها. الدول الأوروبية عملت كده في الخلافة العثمانية في نهايتها. فأمريكا بتعمل نفس القصة في أوروبا بعد ما عجزت أوروبا، زي ما الخلافة العثمانية لما عجزت قطعوها خدوها حتة. كل اللي يقدر ياخد حتة خدها، فرنسا حتة، انجلترا حتة، أي دولة بقى عايزة تاخد وتقدر تاخد بتاخد، ورثوها يعني. فامريكا بتعمل في اوروبا اللي عملته اوروبا في الدوله العثمانيه، فهم دلوقتي بيقطعوا فيها. عاوز ياخد حته من جرينلاند، الروس عاوزين ياخدوا حته من ناحيه الشرق، والامريكان من ناحيه الغرب، وعمالين يلعبوا في اوروبا.
طب اوروبا ما عندهاش حل وما عندهاش حليف يقدر يسندها، غير ما عندهاش حل. هي مش مساله ان هي حابه المنطقه دي من العالم، هم بيكرهوك اصلا، وفي عداء تاريخي بينك وبين الغرب، بس هو ما عندوش حل تاني، انت الوحيد اللي تقدر تقف معاه. لذلك هو ابتدى يقول لك طب انا ابتدي بقى اسلح وادي تكنولوجيات واقدم السبت علشان اخد الحد. بيقدم السبت معاك كدولة مصرية مثلا في ان هو بيدي لك تكنولوجيات تصنيع اسلحة معينة، مراكب وصواريخ وحاجات من دي، وطيارات مسيرة وحاجات من دي. هو بيدي لك الحاجات دي علشان في النهاية انت هتبقى حليفه القوي، وهو بيحاول ان هو يشد من ازرك علشان يستفيد من حلفه معاك بعد كده، في انه يقدر يقف قدام الدولة الامريكية او الروس في حالة اذا كانت الروس تهاجمهم وتبتدي ان هي تتوسع اكتر في اوروبا، وده اللي هم متوقعينه. وفي حالة ان امريكا تاخد جرينلاند، وبعد كده هتبتدي، دي خطوة اولى، هتبتدي تطلب تاني. امريكا بعد ما تاخد جرينلاند هتلاقي ليها طلبات تانية، ما هي قدرت. يعني النهارده الروس فاهمين الكلام، الاوروبيين فاهمين الكلام ده، اكيد فاهمين الكلام ده، ان موضوع جرينلاند دي مش اخر خطوة يعني. ده جرينلاند دي اول خطوة. فطالما الامريكان فهموا ان هم بيقدروا، وان الاوروبيين ما بيقدروش يقولوا لا، فاعذرني، ان كنت تقدر تقول لا قول. فاي ما اي حته في اوروبا هتبقى مطمع للامريكان هتاخدها امريكا باساليب بقى مختلفه يعني. واوروبا عارفه ان هي دي الخطوه الاولى، وهي دي نفس القصه اللي حصلت في الحرب العالميه الثانيه، لما هتلر ابتدى ان هو قال لك انا عايز اوحد الشعوب الالمانيه، عايز اوحد الشعوب اللي بتتكلم باللسان الالماني باللغه الالمانيه، وابتدى يتكلم على النمسا، وابتدى يتكلم على المجر، وابتدى يتكلم على كذا دوله. فاوروبا في الوقت ده علشان ما تخشش في حرب مع المانيا، وافقت ان هو يحتل دول اوروبيه معينه بتتكلم باللغه الالمانيه، وقال لك ده علشان ندمج الشعوب الالمانيه او الدوله الالمانيه نلمها تاني، او الامبراطوريه الالمانيه اللي بيتكلموا، او الشعوب اللي بتتكلم باللغه الالمانيه اللي فيهم الجين الالماني، وتبقى دوله واحده. والكلام ده اوروبا علشان ما تخشش في حروب معاه فوافقته. فده ادى لايه؟ ادى لان هتلر قال لك الله ده حاجه حلوه قوي، طالما هم بيعملوا كده بقى ما يقدروش، طالما ما يقدروش يبقى اديله على دماغه. فابتدى ان هو يضرب بولندا، وابتدى وحصلت الحرب العالميه الثانيه بسبب ان اوروبا سمحت لالمانيا ان هي تاخد الخطوه الاولى، وادت لها حته من اوروبا على مقابل ان هو يسكت وما يبطل بقى. خلاص انت مش خدت الحته اللي انت عايزها، خلاص يا عم، خلاص، طيب خلاص بقى، بطل بقى، مش عاوزين حروب. فكانت النتيجه ان هتلر ضرب بولندا. طيب هل اللي حصل قبل كده ده ما بيتكررش؟ هو التاريخ دايما بيعيد نفسه. الامريكان هيعملوا نفس الحكايه طالما الاوروبيين وافقوا على ان هم يدوا لهم جرينلاند، يبقى بعد شويه هيبتدوا يطالبوا بحته تانية. ما هو خلاص، ما انت ضعيف، والضعيف ياخد على دماغه، وهيبتدوا يقسموا اوروبا، واي حته فيها مصلحه لامريكا هتاخدها. وروسيا نفس القصه، انا ما انا شريك في الحفله، لازم اخد حته من التورته. فهتبقى اوروبا عباره عن ملعب يتقاسمه الامريكان والروس. اوروبا عارفه الحكايه دي طبعا اكيد، فاوروبا دلوقتي بتلطم بالجزمه، فبتدور على حليف يسندها. فما قدامهاش اي حليف في العالم غير الصينيين وغير المسلمين العرب وشمال افريقيا. طيب الصينيين وقال لهم اجروا العبوا بعيد، هو الصين خدت اللي هي عايزاه من اوروبا ومش محتاجه حاجه من اوروبا، وكل اللي يهم الصين ان الاوروبيين يتمنوا جدا ان الاوروبيين يضربوا الامريكان، ولا الامريكان يضربوا الاوروبيين، ويولعوا الاثنين. ده بالنسبه للصين، لان مش محتاجاهم يعني، هي لا هي حابه اوروبا ولا هي حابه امريكا، ويا سلام لو الاثنين يولعوا يقعوا هما الاثنين، وتفضل الصين وهي تبقى القوه العسكريه والاقتصاديه اللي موجوده في العالم. فمن مصلحه الصين ان اوروبا تنهار وتضرب امريكا، وامريكا تنهار وتضرب اوروبا، ونهاروا الاثنين ويموتوا ونخلص منهم الاثنين. حلو الكلام، كلام جميل. طيب بالنسبه للمنطقه العربيه، هي مستفيده من الوجود الاوروبي. ليه؟ لان طول ما اوروبا موجوده وبتتحالف معاك، وعارفه ان انت الوحيد اللي ممكن تسندها من ناحيه الوقود والطاقه والبترول وخلافه، ومن ناحيه الموارد البشريه، ومن ناحيه السياسه، ومن ناحيه المضايق والبحور والكلام ده كله، انت بتتحكم في وسط العالم يعني. وبعدين من ناحيه السياسه ازاي؟ انت ليك ثقل سكاني. انت النهارده لما يحصل ان الدول الكبرى او العظمى دي تبتدي تضعف، وهتضعف، لان الحروب اللي هي
داخله فيها، يعني الحرب اللي داخله فيها روسيا، والحروب اللي هتخشها وبتخشها امريكا، دي هتؤدي في النهايه لضعف الدول دي. ده زائد ان في مشاكل اقتصاديه داخليه وفي مشاكل سياسيه داخليه. يعني لو حضراتكم متابعين السياسه الامريكيه والاحداث اللي بتحصل في امريكا، هتلاقوا ان امريكا كل 3 4 شهور بيحصل فيها مشاكل داخليه بسبب سياسات ترامب الداخليه، وموضوع الايس والمش عارف ايه والكلام ده كله. وده بيغذي الفكر الامريكي في الانفصال، لان الولايات المتحده الامريكيه هي اسمها الولايات المتحده الامريكيه، هي عباره عن مجموعه دول اتحدت مع بعض وعملت الدوله الامريكيه الاتحاديه اللي انت شايفها دي. فده بيغذي النعرات الانفصاليه جوه الولايات المتحده الامريكيه. ففي مشاكل كتير دايره في العالم. فكل الدول دي، وبالذات امريكا على فكره، وهي امريكا عاوزه تخش حرب من احد الاسباب، يعني ان هي تلم الموضوع بتاع المشاكل اللي دايره دلوقتي جوه الداخل الامريكي، بتشغله بمشاكل خارجيه. ده غير ان هو اصلا موضوع الحرب العالميه الثالثه ده موضوع منتهي، وامريكا داخله لان هي عايزه تحافظ على مكانها. وهي كل 100 سنه تقريبا لازم بيجي كبير للعالم جديد، فامريكا عايزه تبتدي ان هي تاخد ال 100 سنه اللي جايين. فبتلعب اللعبه دي بقى، بتلعب اللعبه اللي هي بتحاول ان هي تاخد اكبر استفاده، او تقدر تسيطر على اوروبا، علشان من خلال الحقنه الاوروبيه دي، التغذيه الاوروبيه دي، تبتدي امريكا تقف على رجلها تاني وتقدر تواجه الصين، وتبتدي ان هي تاخد لها كمان 100 سنه كمان كدوله عظمى موجوده بتتحكم في العالم. ففي حاجات كتير قوي، وفي غابه من المشاكل وغابه من المفاهيم. بس في النهايه كل ده بيصب في ناحيه واحده، ان انت النهارده اوروبا بتحاول تتحالف معاك كمنطقه عربيه، كدول اسلاميه، كدول شمال افريقيه، وكانت البدايه في انهم بيتحالفوا مع مصر اللي هي القائد في المنطقه دي، علشان تقدر تسندها. ده المقصود من موضوع الحديث اللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الحلقة، اللي هو تصالحون الروم. فاحتمال كبير تكون الروم المقصودة في الحديث ده اللي هم الأوروبيين، لأن كان في تحاليل كتير عن مين هم الروم المقصودين في الحديث. فكان في تحليل ان هم الروس، لأنه هي الكنيسة الأرثوذكسية اللي كانت موجودة أي في عهد الرومان، انتقلت من القسطنطينية بعد انهيار القسطنطينية ودخولها في الخلافة الإسلامية، بقت جزء من الأراضي الإسلامية. اتنقلت الكنيسة الأرثوذكسية بقت في روسيا، وروسيا حاليا هي الأرثوذكسية في العالم. وفي ناس تانية قالت لا الروم المقصودين الأمريكان، وفي ناس تالتة قالت لا الروم المقصودين هم الأوروبيين، لأن أصل الروم أوروبيين، بني الأصفر. عموما الأحداث الحالية بتقول إن الضعف الأوروبي اللي بيؤدي لان هم بيدوروا على حليف يقدروا يعتمدوا عليه، بيقول ان احتمال 90% ان الروم المقصودين هم الروم الاوروبيين. وهم فعلا اللي دلوقتي بيحاولوا يتحالفوا معاك تحالف فعلي مش اسمي، وتحالف لازم يأمن معاك فيه، لان هو متضرر وواقع، والعدو خلفه الامريكان والروس. والامريكان عدو ليك، يعني دي حاجه معروفه، فهو عدو مشترك. فان كانت في لفظ الحديث من ورائهم او من وراءكم، فهي في الاثنين صحيحه، لان من ورائهم هي من وراء امريكا وروسيا وراهم، ومن وراءكم امريكا ورانا برضو زي ما هي وراهم. ففي النهايه الحديث بيشرح نفسه على ارض الواقع. فارجو ان انا اكون شرحت لحضراتكم الجزء ده من الحديث، والجزء ده من المفهوم بتاع الحرب اللي جايه دلوقتي، على اساس ان احنا يكون عندنا وعي اعلى واكبر، ونقدر ان احنا نستعد للاحداث اللي هتيجي والاحداث اللي هتقوم في خلال فتره قصيره جدا. ويا ريت حضراتكم تشيروا الفيديوهات علشان خاطر الناس تستفيد كتير. وشكرا جزيلا.